تخيل كده انك ماشي في الصحراء بالليل والدنيا كلها ضلمة ومفيش لا أعمدة إنارة ولا GPS ولا بوصلة. بس في حاجة واحدة منورة فوق راسك: النجوم. النهاردة لو حد ضاع في الصحراء ممكن يفتح الموبايل ويشوف خرائط جوجل، لكن زمان من آلاف السنين كان المصري القديم بيرفع عينه للسماء ويلاقي فيها خريطة كاملة، مش مجرد نقط منورة، لأ كان شايف نظام، شايف قصص، شايف أسرار، والأهم من ده كله كان بيرسم عليها خرايط وبيستخدمها في الدين وفي الزراعة وفي العمارة وحتى في السياسة. السؤال هنا: ازاي الفراعنة قدروا يحولوا النجوم اللي كلنا بنشوفها لحد النهاردة لأداة من أعظم أدوات الحضارة؟ وأول حاجة هنبدأ نتكلم عنها في حلقة النهاردة هي نجوم كأداة حياة. المصري القديم ما كانش يبص للنجوم كأنها مجرد زينة في السماء وبس، لا، النجوم كانت بالنسبة له رزق وحياة. الفراعنة ربطوا بين حركة النجوم وبين مواسم الزراعة. يعني مثلا نجم سيريوس اللي المصريين سموه سوبدت كان ظهوره في السماء بيبشر المصريين بفيضان النيل، والفيضان ده معناه ان الارض هتتروي، يعني زرع، يعني اكل، يعني حياة. بالتالي النجوم بالنسبة لهم ما كانتش مجرد حياة فلسفية او روحانية وبس، لا، دي كانت كوان تقويم زراعي دقيق جدا. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن السماء ككتاب مفتوح. السماء عند المصري القديم كانت زي كتاب مفتوح مليان أسرار. النجوم مش بس مرتبطة بالزراعة، لا، دي كمان مرتبطة بالآلهة والروح. هما كانوا شايفين ان السماء عبارة عن إله اسمها نوت، جسمها ممدود ومليان نجوم، وكل نجمة ليها معنى وليها دور، لدرجة ان هم كانوا بيرسموا خرايط النجوم على جدران المعابد والمقابر. ودي مش رسومات عشوائية، لا، دي حاجة شبه الأطالس السماوية. أطالس بتقولك كل نجم فين وكل كوكبه بتظهر امتى وازاي حركتها وبتأثر على العالم اللي تحت بشكل عامل ازاي. ودلوقتي بقى هنوصل لمنطقة علم الفلك والسلطة. هنا بقى بيجي الدور السياسي. الملوك الفراعنة كانوا بيستغلوا علم الفلك مش بس عشان يعرفوا ميعاد الفيضان او يزرعوا صح، لكن كمان عشان يثبتوا سلطتهم. ازاي؟ اللي عايش في القصر الملكي مش اي واحد، ده اللي يعرف اسرار السماء، ده اللي يعرف النجوم بتقول ايه. وبكده الكهنة والملوك قدروا يسيطروا على الناس لانهم كانوا بيظهروا قدامهم كأنهم عارفين الغيب. مثال بسيط جدا: لو الكهنة اعلنوا ان في نجم معين ظهر وده معناه ان فيضان النيل قرب، الناس كلها كانت تصدق ان الكهنة دول على اتصال مباشر بالآلهة. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن المعابد كراست فلكي. الغريب بقى ان المعابد نفسها ما كانتش بس مباني للعبادة، لا، دي كانت حاجة كده شبه المراصد الفلكية. خد مثلا عندك معبد الكرنك، في محاور واتجاهات معينة اتبنت بدقة رهيبة جدا احنا لغاية دلوقتي مش عارفينها. طب عشان ايه؟ عشان تتماشى مع شروق وغروب الشمس في ايام محددة من السنة. يعني ببساطة المعبد نفسه عبارة عن تقويم ضخم معمول بالحجر. الموضوع مش بالصدفة، لا، ده بدراسة وتخطيط، كأن عندهم هندسة معمارية وفلكية متشابكة لدرجة تخلينا لحد النهاردة مش فاهمين ازاي قدروا يعملوا كل ده من غير ولا اي جهاز متقدم واحد. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن خرائط النجوم في المقابر. لما تفتح مقابر وادي الملوك هتلاقي على السقف رسومات لنجوم وكواكب. السقف كله متزخرف كأنه سما بالليل، وده مش مجرد ديكور، ده كان دليل روحي. المصري القديم كان عنده ايمان قوي جدا ان بعد الموت الروح هتسافر في رحلة طويلة وسط السماء. والخرايط دي كانت حاجة كده شبه الGPS الروحي اللي يساعد الروح تعرف تمشي فين وتوصل لدار الخلود بسلام. يعني النجوم هنا مش بس حياة على الأرض، دي كمان حياة بعد الموت. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الحسابات الفلكية. لو بصينا بعمق هنلاقي ان الفراعنة كان عندهم علم فلكي دقيق جدا. هم قسموا السنة ل 365 يوم، وده بناء على ملاحظتهم لحركة الشمس والنجوم، وعملوا تقويم اسمه تقويم مواسم. يعني ايه تقويم المواسم ده؟ التقويم ده كان متقسم ل3 مواسم: موسم فيضان، موسم زرع، موسم حصاد. التقويم ده كان حرفيا سابق عصره بمراحل، وكان حجر الأساس لكل حضارة بعد كده.
تخيل هما من آلاف السنين كانوا عارفين ان السنة 365 يوم، والغرب ما اكتشفوش ده بدقة غير بعد كده بوقت طويل جدا. ودلوقتي بقى هنتنقل لنقطة مهمة جدا، وهي الفلك في الأساطير. الأجمل ان الفلك عندهم ما كانش جاف أو رياضي وبس، لا ده كان مليان كمان أساطير وحكايات. مثلا الكواكب السبعة اللي كانوا شايفينها في السماء اعتبروها آلهة ماشية في السماء، والكوكبات زي الجبار أو أوريون كانوا بيربطوها بالإله أوزوريس اللي هو إله الموتى. فبالتالي السماء كانت مش بس خريطة، دي كانت مسرح سماوي بتلعب عليه قصص الآلهة اللي المصريين عاشوا بيها وحكموا بيها آلاف السنين. ودلوقتي بقى هيتنقل لنقطة مهمة جدا، وهي تأثير الفلك على البناء العظيم. الأهرامات حرفيا تعتبر واحدة من أعظم آثار مصر القديمة. في نظريات كتير بتقول ان اتجاهات الاهرامات مش عشوائية، في بعض الدراسات لقت ان هم متوافقين مع نجوم معينة زي نجوم حزام اوريون. يعني الملك وهو بيبني له مقبرة بحجم هرم كان متأكد 100% ان المبنى ده متصل بالسماء بطريقة معينة، كأن الأهرامات بوابات بتربط الأرض بالسماء. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن علم الفلك كرمز للخلود. كل ده بيقول لنا ان المصريين القدماء شافوا النجوم كرمز من رموز الخلود. النجم اللي بيبان كل ليلة ويختفي ويرجع كان بالنسبة لهم رمز لدورة الحياة، اللي هي ايه؟ اللي هي ميلاد موت وبعث. ومن هنا كل خرائط النجوم اللي رسموها ما كانتش بس علم، دي كانت فلسفة، كانت ايمان، كانت طريقة لفهم الكون والانسان في نفس الوقت. ودلوقتي بقى نتكلم عن الكهنة كفلكيين. الكهنة في مصر القديمة كانوا مش بس رجال دين، لا دول كانوا كمان علماء فلك من الطراز الأول. هم اللي كانوا بيراقبوا حركة النجوم كل يوم ويسجلوا ملاحظاتهم بدقة رهيبة، لدرجة ان كان في كهنة متخصصين اسمهم سودك يعني مراقبي النجوم. شغلهم الأساسي هو متابعة السماء ورسم الخرائط والتأكد ان الطقوس الدينية والمعابد ماشية مع حركة الأجرام السماوية. يعني تقدر تقول ان الكاهن كان عالم فلك ومهندس ورجل دين، كل ده في شخص واحد. ودلوقتي بقى هنخش على نقطة مهمة جدا، وهي الفلك في تقسيم الوقت. المصريين القدماء استخدموا الفلك كمان في تقسيم ساعات الليل والنهار. كان عندهم حاجة اسمها الساعات النجمية، ودي عبارة عن تقسيم الليل بناء على النجوم اللي بتظهر في أوقات معينة. يعني بدل ما يجيب ساعة يد أو ساعة حائط، كان المصري بيرفع راسه للسماء يعرف الساعة كام من خلال مواقع النجوم. وبكده الفلك دخل في تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مدهش جدا. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم في النجوم والأعياد الدينية. النجوم كمان كان ليها دور مهم جدا في تحديد مواعيد الأعياد الدينية. ظهور نجم معين أو كوكب معين كان علامة على بداية احتفال أو طقس معين. يعني مش بس الزراعة والسياسة، كمان الطقوس الروحية كانت ماشية وفق حركة النجوم. وده بيأكد قد ايه النجوم كانت جزء لا يتجزأ من حياتهم، لدرجة ان هي شكلت تقويم اجتماعي وديني كامل. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن علم الفلك والطب. الغريب بقى ان في بعض النصوص القديمة بتشير ان المصريين استخدموا الفلك في الطب. كان عندهم اعتقاد ان حركة النجوم والكواكب بتأثر على صحة الانسان، فالكاهن اللي كان طبيب برضه ممكن يحدد افضل وقت للعلاج او العمليات بناء على وضع النجوم. وده يورينا ان علم الفلك عندهم ما كانش منفصل عن باقي العلوم، بل بالعكس كان متداخل مع دين وزراعة وطب وهندسة وكمان سياسة. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الفلك والملاحة. المصريين كانوا بيستخدموا النجوم كمان في الملاحة. السفن اللي بتبحر في النيل او في البحر المتوسط كانت بتعتمد على النجوم عشان تعرف اتجاهاتها. مثلا نجمة الشمال كانت دليل مهم جدا عشان يحددوا الاتجاهات. يعني النجوم كانت بمثابة GPS حقيقي في عصر ما كانش فيه اي وسيلة تانية لتحديد الطرق. ودلوقتي بقى نتنقل لنقطة تانية مهمة جدا برضو، وهي السماء كمرآة للأرض. الفراعنة كان عندهم ايمان قوي جدا ان السماء دي انعكاس للأرض، يعني كل حاجة موجودة على الأرض ليها نظير في السماء.
وده بيظهر مثلا في فكرة ان الاهرامات اتبنت متوافقة مع حزام اوريون، يعني الارض ما كانتش منفصلة عن السماء، الاتنين كانوا بيكملوا بعض. ودلوقتي بقى هنتنقل للنقطة اللي بعد كده، وهي اساطير مرتبطة بالكواكب. الكواكب السبعة اللي كانوا شايفينها بعينهم، اللي هي زحل، المشتري، المريخ، الزهرة، عطارد، الشمس، القمر، ما كانتش مجرد كواكب، كل واحد فيهم كان ليه شخصية إلهية. المريخ مثلا كان مرتبط بالحرب والدم عشان لونه الأحمر، الزهرة ارتبطت بالحب والجمال، القمر كان رمز للتجدد. يعني الكواكب اتحولت عندهم من أجرام سماوية لحكايات وأساطير بتشرح للناس المعنى الحقيقي لوجودهم. ودلوقتي بقى نتنقل لنقطة برضو مهمة جدا، وهي العمارة السماوية. العمارة المصرية القديمة متشربة بالفلك لدرجة ان كتير من المعابد والأهرامات اتصممت عشان تتماشى مع لحظات فلكية معينة. يعني ايه؟ يعني مثلا في معبد ابو سمبل الشمس بتدخل جوه قدس الاقداس مرتين في السنة، مرتين بس، يوم ميلاد الملك رمسيس ويوم تتويجه. اللي شاف المشهد ده هيحس ان ده مش مجرد معبد، ده عرض سماوي معمول له سيناريو بعناية ودقة رهيبة جدا. ودلوقتي بقى نتكلم عن النجوم والروح الملكية. المصري القديم كان شايف ان الملك بعد موته بيتحول لنجم في السماء، يعني النجوم ما كانتش بس مصابيح، دي كانت ارواح ملوك وقديسيين. وفكرة ان الملك يعيش بعد الموت كانت مرتبطة بشكل مباشر بالنجوم اللي بتفضل موجودة في السماء مهما مر الزمن. ودلوقتي بقى نتكلم عن الخرائط السماوية كأرشيف. الخرائط اللي اترسمت على جدران المقابر والمعابد دي كانت حاجة شبه الأرشيف السماوي. تخيل انك واقف قدام جدار عليه آلاف النقوش لنجوم وكواكب، وكل نقش وراه معنى. دي مش بس خريطة للسماء، دي سجل حضاري بيقولنا ان المصريين كانوا شايفين الكون ازاي، وبيفكروا انهم سبقوا عصرهم بآلاف السنين. ودلوقتي نتنقل لآخر نقطة معانا في حلقة النهاردة، وهي الفلك كجسر بين الإنسان والكون. في النهاية الفلك عند المصري القديم ما كانش علم منزل، ده كان جسر بيربط الإنسان بالكون كله. كل نجم، كل كوكب، كل حركة في السماء كان ليها معنى على الأرض. الإنسان مش لوحده، الإنسان جزء من نظام كوني ضخم، وده الإيمان اللي خلى المصري القديم يعيش حياته وهو حاسس إنه متصل بالسماء والآلهة والخلود في نفس الوقت. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى أنت عشت معايا رحلة في السماء زي ما عاشها المصريين القدماء. شفنا إزاي النجوم ما كانتش مناظر، لكنها كانت حياة، دين، علم، سياسة، خلود. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك حلو كده، وشارك الفيديو مع اصحابك عشان الكل يعرف الاسرار المبهرة دي. كمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول ما ينزل عندنا. لسه في حكايات واسرار عن الحضارة المصرية القديمة هتخليك تبص للتاريخ بعين مختلفة تماما.